السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا، لا بجد فعلا وحشتوني قوي قوي المرة دي. بقالنا كتير غايبين عن بعض، بس راجعه لكم بوصفة حلوة قوي قوي، بجد تحفة. هتعجبكم. انتوا عارفين بقى خلاص الشتوية جت، والشتاء بيحب الخبيز وريحة الخبيز، وتدفي البيت من انك تولعي الفرن وتعملي حاجة فيه، سواء بقى اي حاجة اي حاجة. خصوصا وصفة النهاردة هتنفع معاكي غدوة حلوة كده سريعة، او عشوة لطيفة مع اسرتك. تابعوا الوصفة النهاردة ان شاء الله تجربوها وتعملوها على طول، هتدمنوها. اسمعوا كلامي، انا عندي ابني بيطلبها مني كل يوم، بجد حلوة قوي قوي. تابعوها كده من الاول، وان شاء الله هقول لكم البدائل اللي ممكن تستخدموها بدل الحاجات اللي انا مستعملها. هتبقى سهلة عليكم. يلا بينا ندخل على الوصفة على طول. انا مش هسرع المقطع، هخليه كده واحدة واحدة عشان اقول لكم انا عملت ايه. اول حاجة معايا نص كيلو من صدور الفراخ، او نص كيلو من البانيه. طبعا اتغسل كويس وتصفى وتقطع مكعبات صغيرة، ونزل على طول على طاسة سخنة فيها معلقتين زيت او معلقتين سمنة بلدي المتوفر عندك. انا كنت حاطة معلقتين زيت نباتي. نزلت على طول بمكعبات الفراخ بتاعتي وشوحتها كويس جدا، وبعد ما اتشوحت نزلت ميتها، استنى تشرب المية بتاعتها كويس جدا جدا. بعد كده كنت مجهزه 2 طماطم وبصلايه صغيره وثلاث فصوص من الثوم وفلفل الوان. ما عندكيش فلفل الوان حطي فلفل اخضر وفلفل حامي، ما عندكيش ما تحطيش، كفايه الطماطم والبصله وفصين الثوم وهتبقى معاكي تحفه وخطيره. التوابل بسيطه، ملح، وطبعا بزود الملح شويه علشان الخضار بتاعي، وفلفل اسود، وكمان معلقه صغيره من السبع بهارات. عايز تستغني عنها تمام مفيش مشكله، عايز تحطي سنه قرفه اوكي. ممكن بقى تستغني كمان عن التابل اللي هحطه دلوقتي وهو بهارات الفراخ، ممكن تستبدليه بمكعب مرقه او مرقه فوريه، او ممكن خلاص تستغني عنه خالص. عايزه تحطي كاري براحتك، عايزه تحطي كركم براحتك خالص. انا ما استعملتش غير التوابل اللي انا قلت لك عليها دي. وفي الخطوه دي برضو بقلب الخضار كويس جدا جدا مع الفراخ لحد ما ينزل ميته ويشربها كويس جدا. الوصفه دي اهم حاجه فيها ان الحشو بتاعي ما يبقاش فيه سوائل كتير عشان ما يدبلش العجينه معايا او ما يهريهاش يعني. العجينه بتاعتي عباره عن ايه؟ وخدي مني الطريقه دي وهتعمليها في كل المخبوزات اللي انت ممكن تتخيليها، وهتطلع معاكي قطعه مارشميلو مش قطعه عجينه. نص كيلو من الدقيق او 3.5 كوبايه من الدقيق، عليهم ظرف خميره، عليهم معلقه سكر، عليهم ربع معلقه من الملح، وهقلب كل المواد الجافه دي مع بعض. طب هعجن بايه؟ بلبن؟ لا. هتحطي لبن بودره؟ لا برضو. انا هعجن بميه دافيه. هلم العجينه كويس جدا جدا بالميه. والله اسمعي كلامي بس، ما تحطيش لبن عشان ما تنشفيش العجينه معاكي. هعجن العجينه بشويه ميه دافيه، واول ما العجينه تتلم كده هكون مجهزه معلقتين زبده او معلقتين زيت براحتك، بس معلقتين الزبده هو اللي هيخلي معاكي العجينه تحفه كده. وكل اللي هعمله ان انا هسيبها تختمر لمده نص ساعه، وبعد كده هقطعها كور زي ما انتم شايفين الحلاوه. بجد تحفه خطيره خطيره، مطاطيه وطريه بس ما بتلزقش في ايديا. حلوه جدا جدا. جربي العجينه دي وان شاء الله تعجبك. كل اللي هعمله ان انا هقطع العجينه لكور صغيره كده بقد حجم اليوسفي الصغنن. تمام. وكل كورتين هيعملوا لي رغيف. يبقى انا هعمل قد ايه؟ هعمل 6 ارغفه ونص، وهقول لك وهوريكي ازاي. يبقى نص كيلو من الدقيق بيعمل لي 6 ارغفه، والوصفه دي عامه بتكفي 3 افراد، انا عاملاها عشان تكفي 3 افراد. يبقى نص كيلو دقيق طلع لي 6 ارغفه ونص رغيف اللي انا هعمله نص بس. برضو المقطع ده هسيبهولك بالراحه عشان تتابعي كده معايا ازاي بفرد كور العجينه. عملت ايه؟ خدوا بالكم، اخدت اول كوره كورتها في العجين. ليه اخدت اول كوره؟ العجين يا جماعة عايز حساسية في التعامل. يعني انا لما عملت العجينة سبتها تختمر، اديتها راحتها علشان لما اجي اشتغل فيها ما تعكسنيش وتقعد تبقى زي الاستك وتروح وتيجي معايا. انا عايزاها تتفرد كويس وتديني نتيجة فوق الممتازة. فاول خطوة عملتها بعد ما عجنت العجينة ولميتها بالزبدة ان انا سبتها تختمر. ادي اول حاجة عملتها، ان انا ريحت العجينة في التخمير. بعد كده كورت العجينة وقعدت اخبزها بايديا كده ومش عارفة ايه، اعجنها قصدي بايديا. فطبعا برضو التخمير فيها هبط شوية. فكل اللي انا عملته ان انا قطعت الكور كلها متساوية الحجم وخليتها ترتاح شوية. عقبال ما قطعت الكور كلها كانت اول كورة خلاص ارتاحت. اخدت اول واحدة استعملتها، هتلاقيها ان هي بتتفرد معاكي كويس جدا جدا، لا بتضايقك ولا بتعكسك. وزي ما انتم شايفين كده
انا مش مسرعه المقطع، يعني ده بالظبط اللي حصل قدامكم اهو. او انا عايزاها بالسمك الرفيع اللي انتوا شايفينه ده، لاني هعمل طبقتين من العجين، انا مش عايزه يبقى فيه عجين كتير. فكل اللي عملته ان انا اخدت كرة العجين وفردتها على شويه دقيق كده خفيف. وبصوا شايفين الحركه اللي انا عملتها دي، وعملتها في الكرة اللي قبلها، ان انا بحرك العجينه زي عكس عقارب الساعه. كل شويه احركها كده بحركه دائريه، علشان تبقى مستديره، يعني تبقى كلها فاهمين نفس الحجم يعني، ما تبقاش حته مستطيله وحته دايره، لا انا عايزاها دايره كامله كده زي ما انتم شايفين. الموضوع ان شاء الله سهل جدا وبسيط، وعايزه اقول لك والله بجد فعلا الموضوع ما اخدش مني نص ساعه، سواء بقى عجن سواء تحضير حشو سواء خبز. يعني قعدت في الفرن تقريبا هم 7 10 دقايق بالكتير قوي. المخبوزات ما بتقعدش معايا فتره طويله في الفرن. تمام كده، تمام. كل اللي هعمله دلوقتي ان انا هبدا احشي الحشو بتاعي جوه العجينه. طب هعمل ايه؟ هجيب كوره من العجين بعد ما فردتها واحطها كده على الطبق زي ما انتم شايفين. واهم خطوه بقى دلوقتي اللي انا يعني لازم تاخدوا بالكم منها، اي زيت زياده في الحشو بتاعي معلش صفوه، علشان ما يهريش العجينه او يطلع بره العجينه او كده. خلاص تمام. هحط طبعا الحشو ده اختياري يا جماعه، عايزه بقى تحطي موتزاريلا حطي، عايزه تحطي ميكس جبن حطي، جبنه رومي تحطي، شيدر تحطي، براحتك خالص. عايزه تعملي حشو البيتزا اللي هو مثلا بقى زيتون ورشه زعتر والحاجات دي، براحتك برضو خالص. انا ابني ما بيحبش الزيتون فمش بحطه. خلاص. وما كانش عندي موتزاريلا فما وقفتش الدنيا، كملت عادي خالص. حطيت الحشو على اول كوره فردتها، وبعد كده بجيب العجينه القطعه التانية، وبحاول ان انا اقفل الجناب كويس جدا جدا جدا. وهعملها كده تقفيله بسيطه خالص خالص، ان انا بدخل العجينه كده جوه بعضها كاني بعمل ضفيره. بس زي ما انتم شايفين كده في العجينه اهو. انا برضو هخليها لكم بالراحه وبطيئه علشان تشوفوها. عايزه تجيبي شوكه وتمسكي كده الجناب وتعمليها بالشوكه، بحيث ان انت تتاكدي ان الجناب قفلت منك وتبقى شبه كده الشمس من بره. تمام. انا عملتها بالطريقه دي، ولكن بقى مطلق الحريه والاختيار، براحتك خالص. تقفيل العجينه ده بتاعك انت، براحتك خالص. بس خلاص. الموضوع ان شاء الله سهل وبسيط. انا بقى كنت مجهزه صاج وحاطه فيه ورق الزبده، ودهنه دهنه زيت خفيف على ورق الزبده، وحرصيت فيه كل قطع الحواوشي بتاعتي. ايوه ده حواوشي فراخ، بجد تحفه جدا. طيب الحشو بقى يا جماعه، الحشو ده اختياري، انا هسرع المقطع الجاي علشان خلاص احنا شفنا، بس انا باكد عليكي الخطوات بتاعتنا ازاي، واقولك الكلمتين دول. الحشو زي ما انتم شايفين كده، النهارده انا عملت حشو من شاورمه الفراخ وعملته حواوشي. لحمه مفرومه ماشي، سجق ماشي، ميكس جبن تحفه مش هيقول لا، كل انواع الجبن، اي حاجه عندك في التلاجة، لانشون وجبن وزيتون وخضار. تمام. اي حاجه والله، جبنه وزيتون بس، جبنه وخضار بس، او جبنه وفلفل بس. بجد الوصفه حلوه جدا جدا جدا، والعجينه حلوه قوي. وممكن كمان عايزه اقولك بقى تحشي حلو. معقوله؟ اه معقوله. بعد ما تعملي الخطوه دي تحطي شويه سكر على شويه قرفه، سكر بني بقى سكر ابيض براحتك خالص، مع شويه قرفه، وتقلبيهم بشويه ميه او شويه عسل ابيض. بس خلاص. وتحشي وتقفلي نفس القفله وتسوي نفس التسويه. مشغله الفرن على درجه حراره 220 او اعلى درجه حراره عندك، كل واحد على حسب درجه حراره الفرن بتاعه، علشان اسوي. بس قبل ما اسوي هسيبها تختمر تاني. تعالوا نشوف الخطوه الجايه دي انا هعمل ايه. انا هنا خلصت خلاص كل كميه العجين بتاعي، زي ما انا قلت لكم عمل 6 ارغفه، والنص اللي انتوا شايفينه على جنب ده. عملت ايه هنا؟ قبل ما اسيبه يخمر للمره التانية يا جماعه بعمل ايه؟ بجيب البيضه عليها رشه ملح رشه فلفل اسود، وبدهن كده زي ما انتوا شايفين العيش بتاعي او الحواوشي بتاعي، بدهنه كويس جدا 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 من كل الجناب عشان يطلع كله لون واحد. وروح حطي بقى رشه سمسم، رشه حبه البركه، مش عايزه ترشي حاجه خالص براحتك برضو. الموضوع يا جماعه اختياري خالص. انا هنا رشيت سمسم. بعد الخطوه دي بحطه يختمر تاني، مش اخمره بعد كده ارجع ادهنه، لا. طب ليه؟ لاني لو دهنت بعد التخمير ممكن التخمير يهبط من حركه الفرشه. هنا خلاص كان اختمر، وزي ما قلت لكم انا مسخنه الفرن على درجه حراره 200 او 220 او اعلى درجه حراره عندك، كل واحد على حسب فرنه. وتعالوا شوفوا لي الجمال بعد 7 دقايق في الفرن، مش هيكمل ال10 دقايق. واسمعوا مني،
المخبوزات ما تقعدش اكتر من 7 دقايق في الفرن يا جماعة، عشان تطلع طرية وتفضل طرية معاكي جدا جدا جدا. الفرن بتاعك ما بيحمرش الوش، يبقى قبل ما تقفلي بنص دقيقة كده تقومي مشغله الشوايه. خلصت الوصفه، خلصتها. هي نص ساعه اللي وقفتها في المطبخ بس يا جماعه، على فكره الموضوع ما اخدش مني وقت خالص، لاني محضره حاجتي وعارفه انا هعمل ايه ومرتبه الحاجه اللي انا هعملها ايه. الموضوع ده يا جماعه والله مهم جدا جدا، وبيخلص نص الوقت يعني. بس خلاص، الوصفه خلصت، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. وزي ما انتم شايفين كده، لوحه فنيه حرفيا، بجد لوحه فنيه. انا عاشقه المخبوزات خصوصا في الشتاء. على العموم يا جماعة، أنا بشكركم وبشكر كل حد سأل عليا وإن أنا كنت فين وغايبة فين. أنا رجعت أهو، وإن شاء الله أفضل معاكم، محتاجة دعمكم ومحتاجة كلامكم الحلو فعلا اللي بيشجعني. كل كومنت حلو بقراه بجد، يعني بدعي لصاحبه أو صاحبته. متشكرة لكم جدا جدا. أتمنى تجربوا الوصفة وتعجبكم، وأتمنى توريني تطبيقاتكم الحلوة، وأتمنى إن انتوا تكبروني وتعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتابعوا قناتي وتابعوا الفيسبوك، صفحتي على الفيسبوك شوشو صبحي كيتشن. أسيبكم في رعاية الله. شكرا ليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وانتم طيبين وبخير يا رب.